لحضراتكم هم حافظين طبعا ملعبهم، وتملي بقول لحضراتكم الارقام والاحصاءات بتقول ان هم في ملعبهم فريق جيد جدا. ادي كرة وتسديده، ولكن الحمد لله صبحي كان رجع كده الخطوتين، خد كورته بثقه، خبره ما فيش شك. محمد صبحي في حراسه المرمى، سواء ركنيه او ضربات ثابته في نص الملعب، هو اللي لازم يمضي على كل كوره. جilberto مره ثانيه كره العرضيه تعدي الحمد لله توصل في ايد حارس المرمى محمد صبحي. بينادي صبحي عايز الفرقه تروح. لحظه طبعا لما كان في زياده عدديه لفريق بيترو اتلتيكو، ولكن ما حد زاد. ادي عرضيه جوب عدت. حاجات دي بقول لحضراتكم فلافيو بيمتاز بخطورته في الحتت دي في منطقه ال 18، بيخطفها كده خطف. مره ثانيه محاوله للتحضير، كره البينيه ممكن هنا، ولكن على طول يطلع عبد الله خارج الملعب. تطلع الكره رمي تماس. عبد الله رقم 25 هو وبورجز الاثنين بيلعبوا في قلب الدفاع لفريق بيترو اتلتيكو. مرة تانية المحاولة في الجانب الأيمن، عايز يعديها كده زيكا، ممكن تعمل خطورة، ولكن على طول تطلع الكرة على طول من عبد الله، يطلعها من على الخط حمد، وهجمة للنادي الإسماعيلي. مرة تانية المحاولة، زايد هنا العش في الكرة اللي فاتت، ولكن يطلع على طول الجانب الأيمن، تطلع رمي التماس. ادي العش هنا كان نادي، ادي الكوره بتاعت زيكا والعرضيه ويطلعها لامه، منتهى الخطوره. الكوره اللي فاتت لو لبره شويه كان زايد جون انتوي. ادي جون كان بيشاور لزيكا ان هو يحطها له بره شويه بعيد عن ايد الحارس، كانت ممكن تعمل خطوره. ادي الكوره العرضيه، يطلع على طول مره ثانيه النادي الاسماعيلي. وادي التسديده، الحمد لله تسديده قويه جدا 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 من شاره، تخبط الكوره في العارضة وتطلع خارج الملعب. ما كانش يقدر صبحي يعمل لها أي حاجة. كرة قوية بتتعاد من حضراتكم مرة تانية، رايحة كانت رايحة في المقص اليمين لصبحي، والحمد لله حدود منطقة ال 18. ادي أحمد العش والمان تو مان. حكم اللقاء بيخلص بقى الشد والجذب قبل الكورة، بينادي هنا على العش وفلافيو أكيد، لأن في ثنائيات بينهم. الكورة كده من حوالي 42 متر أمام حضراتكم. هنا حوار بين اللاعب رقم 25 اللي زايد عبد الله، ده بيلعب في خط دفاع زايد عبد الله، لان اكيد بيمتاز بضربات الراس. ضربه حره مباشره، اتلعبت الكره العرضيه على طول الراسيه، ترد مره ثانيه، يطلع على طول عبد الحميد، ولكن على طول الحمد لله تطلع الكره من فلافيو خارج الملعب. شوقي السعيد مفروض هنا في الحته دي يكون المان تو مان مع فلافيو، سابوا العش لثانيه كده، توصل الكره سهله لفلافيو. الكره المرتده من عبد الحميد سامي تتصلح، ولكن على طول التسديده تطلع خارج الملعب. قلت لحضراتكم جilberto هو المتخصص كل الضربات الثابته. تسديده من فلافيو حره على التنفيذ، المتخصص بالتبعيه جilberto. عمل الكره العرضيه، ترد هنا الكره من شوقي مرة تانية. جilberto ناحية اليمين، جilberto عدى والله بمهارة جilberto نجحت ان هي تاخد ضربة ركنية في مساحة ضيقة جدا جدا. جilberto عدى هنا بمنتهى المهارة من محمود عبد العزيز، ولكن حمد غطى وخلص. جماهير اللي بتتابع هذا اللقاء في ملعب 11 نوفمبر بلواندا في أنجولا، ضربة ركنية فلافيو هنا ومع المان تو مان. الكرة العرضية تعدي تخبط في العارضة مرة تانية، الحمد لله مرة تانية العارضة بتتعاطف. اللحظات الأخيرة من زمن الشوط الأول، نتمنى النتيجة تخرج بالشكل السلبي ويبقى في فترة الراحة. كلام آخر لهيرون ريكاردو وحمد إبراهيم وكرم جابر وسعفان الصغير ومحمد سعد، جهاز الفني للنادي الإسماعيلي مع اللعيبة. ضربة حرة مباشرة لصالح فريق بيترو أتلتيكو، كرة والتسديدة على طول سهلة الحمد لله في إيد محمد صبحي حارس مرمى النادي الإسماعيلي. محمد صبحي حس طبعا إن خلاص الشوط قرب على النهاية، بيحاول بقى إن هو
يستخدم خبرة الأيام والسنين إن هو ينجح في إن هو يخلص الشوط الأول بالتعادل السلبي، يبقى إن هو يخلص ضغط هنا وخلص على طول فريق بيترو أتلتيكو. محاولة والتسديدة من جوب، أخطر اللاعبين في فريق بيترو أتلتيكو، اللاعب رقم 11 هو اللي عنده الدوافع على المرمى. أمام حضراتكم جوب رقم 11، ضربة ركنية على التنفيذ جوب، اتلعبت الكورة ورأسية، الحمد لله رأسية على طول خطفها الراجل، تطلع الكورة خارج الملعب. ابتدى بقى الشد العصبي. فلافيو بيمارس هوايته بالخطف بضربات الرأس. قلت لحضراتكم فلافيو يعني دي حتته ودي الحاجات اللي بيمتاز بيها أمادو فلافيو. لما كان مع النادي الأهلي ياما جاب أهداف للنادي الأهلي، وجاب هدف تحديدا في النادي الإسماعيلي، كان هدف